أهلا بيكم في رحلة استكشافية جديدة. المرة دي بنغوص في أفكار من مصدر مميز جدا وصل لنا، مقتطفات من كتاب نظرية الفستق. الكتاب ده لفهد عامر الأحمدي، وهو عبارة عن مجموعة مقالات وأفكار هدفها تساعدنا نفهم نفسنا بشكل أعمق شوية. وإزاي كمان نتعامل مع تحديات الحياة اليومية دي، بس بطرق يمكن مختلفة شوية ومبتكرة. بالظبط. فمهمتنا النهاردة إننا نحاول نستخلص أهم الأفكار العملية اللي ممكن فعلا نستفيد منها في حياتنا. يمكن أهم فكرة الكتاب كله بيدور حواليها هي فكرة تغيير الزاوية دي. أيوه، إن تغيير بسيط قوي في طريقة تفكيرنا أو في الزاوية اللي بنبص بيها للأمور ممكن يبقى ليه أثر كبير جدا، يغير حياتنا كلها فعلا. طيب خلينا نبدأ نفك الفكرة المحورية دي الأول، نظرية الفستق نفسها. الاسم نفسه يشد الانتباه كده. فعلا. بس الأهم المضمون طبعا. إزاي تغيير بسيط قوي في وجهة نظرنا لموقف معين أو مشكلة ممكن يقلب الدنيا. يفتح أبواب تانية خالص ويغير قراراتنا تماما. كأن الكتاب بيقول لنا كده بصراحة: يا جماعة ما تسلموش بالأفكار الجاهزة، بالمسلمات. راجعوا، شككوا شوية. والحقيقة إن الفكرة دي بتمس حتة حساسة قوي في طريقة تفكيرنا. المصدر بيشرح إن عقلنا أصلاً بطبيعته بيميل للاختصارات والأنماط، عايز يوفر مجهود. عشان ينجز. بالظبط. وده بيخليه للأسف يقع ساعات في فخاخ زي التفكير النمطي ده، أو اللي بنسميه التحيزات المعرفية. اللي هي زي اختصارات عقلية كده، بس ممكن تودي في داهية. تماماً. والمشكلة إن ده بيحصل وإحنا مش حاسين أصلاً. غصبا عننا. أيوة. عشان كده تغيير وجهة النظر ده مش مجرد كلام نظري أو تنمية بشرية وخلاص، لا، دي أداة عملية بجد. أداة؟ زي إيه مثلا؟ كتاب بيلمح إنها ممكن تكون هي طوق النجاة في أزمة، أو هي المفتاح اللي يخلينا نشوف فرصة محدش تاني شايفها، ببساطة لأننا غيرنا الافتراض الأساسي اللي بدأنا بيه. ده بيخلي الواحد يسأل نفسه بقى: طب أنا في كام افتراض عندي واخده كأنه حقيقة مطلقة؟ وهو ممكن يكون هو ده اللي قافل عليا، اللي حادد من إمكانياتي. سؤال مهم فعلا. وده بياخدنا لنقطة تانية برضو مهمة جدا. الكتاب سماها النقاط العمياء. الحتة دي بالذات تخلي الواحد يقف شوية ويفكر: إزاي ممكن ناس أذكياء جدا بنشوفهم ونقول دول عباقرة؟ يقعوا في أخطاء تبان ساذجة أوي أحيانا. بالظبط. الكتاب بيقول ممكن ده يحصل بسبب إنهم مثلا ركزوا قوي على تفاصيل صغيرة ونسيوا الصورة الكبيرة. أو الأخطر بقى، لما العواطف والتحيزات الشخصية هي اللي تسوق. من غير ما يدروا حتى. تماماً. وهنا بتيجي أهمية الوعي الذاتي، دي كلمة السر. المصدر بيوضح إن النقاط العمياء دي مش نقص ذكاء، قد ما هي ممكن تكون نتيجة لأفكار مسبقة جوانا أو تحيزات متأصلة صعب نشوفها لوحدنا. طب والحل إيه؟ الحل العملي اللي الكتاب بيقدمه إننا ندور بوعي على وجهات نظر تانية، نسمع لناس بتفكر عكسنا، ونتعود نشكك شوية في درجة يقيننا المطلق دي. هل أنا فعلا شايف كل حاجة؟ فكرة إن الواحد ياخد خطوة لورا كده ويسأل: طب إيه الاحتمالات التانية؟ أو يستشير حد تاني. أيوة، حد بيفكر بطريقة مختلفة ممكن ينور لك حتت ما كنتيش واخد بالك منها خالص. مجرد إن الواحد يعترف إن ممكن يكون عنده نقطة عمياء، ده في حد ذاته خطوة كبيرة. أكيد، ده أول الطريق لتجاوزها. بس هل الوعي ده لوحده كفاية ولا في خطوات تانية؟ الكتاب بيتكلم عن جانب تطبيقي برضه. طبعا في جانب عملي جدا، زي مثلا نصايح محددة قوي عن أهمية إننا نقسم الأهداف الكبيرة قوي دي لخطوات صغيرة. خطوات نقدر نعملها فعلا، يومية أو أسبوعية. بالظبط. وفي فكرة تانية كمان لفتت نظري جدا، اللي هي عامل الحظ دي. إن النجاح مش صدفة وخلاص. لا، إنه غالبا بيكون استعداد وتجهيز، قابل فرصة مناسبة في وقت مناسب. كأن الكتاب بيقول إن الحظ ده مش بيجي من الهوا كده، إحنا ممكن نساهم في صناعته بالاستعداد. بالظبط. وهنا بقى المصدر بيربط بين النظري والعملي بشكل حلو قوي. التركيز على خطوات الاستباقية دي وفهمنا لنفسنا لنقاط قوتنا وضعفنا، الوعي الذاتي اللي كنا بنتكلم فيه، بيخلينا جاهزين أكتر. جاهزين أكتر لاقتناص الفرص لما تيجي. الأفكار دي بتأكد على قوة التراكم، إن الحاجات الصغيرة اللي بنعملها باستمرار هي دي اللي بتبني النتائج الكبيرة. والاستمرارية أهم حاجة. طبعاً. وكمان فكرة إننا نتقبل أخطائنا ونتعلم منها ونتكيف مع التغيير، دي أساسيات للنمو. وده بيرجعنا تاني للفكرة الأم بتاعت الكتاب كله: تغيير المنظور. لما نبدأ نشوف التحدي أو الصعوبة مش كأنها حيطة سد، لأ، كأنها فرصة أتعلم وأتطور، ساعتها بنكون فعلاً بنطبق جوهر نظرية الفستق في حياتنا.
الاستعداد ده هو اللي بيخلق جزء كبير من الحظ كويس. فلو حبينا نلخص كده أهم الأفكار اللي طلعنا بيها من مصادرنا عن نظرية الفستق، نقدر نقول إن المرونة الذهنية، قدرتنا إننا نشوف الأمور من كذا زاوية، ويبقى عندنا وعي حقيقي بطريقة تفكيرنا بالتحيزات بتاعتنا المحتملة، كل دي أدوات. أدوات قوية جداً بتساعدنا نتجاوز تحديات الحياة ونحقق أهدافنا بفعالية أكبر وبشكل يمكن يكون إيجابي أكتر كمان. فعلا استكشاف ممتع جدا للأفكار دي. وده بيسيبنا كده مع سؤال أخير، يمكن سؤال نفكر فيه بعد ما نخلص. لو كل واحد فينا قرر إنه يغير فكرة واحدة بس، فكرة صغيرة، افتراض بسيط بيتبناه كل يوم عن نفسه أو عن مشكلة بتقابله، يا ترى التغيير الصغير ده بعد سنة مثلا من دلوقتي ممكن يوصله لفين؟ ممكن يخليه إنسان عامل إزاي؟